مساء الفل على بتوع الكوره. وماتش الزمالك والمريخ السوداني اللي انتهى بتعادل سلبي يأزم موقف الزمالك في المجموعه. وندخل في الشوط الاول اللي كان فيه سجال ما بين الفريقين، هجمه هنا وهجمه هنا، ما تحسش ان الزمالك بيلعب بره ارضه. المريخ كان بيوصل اكتر للجون بس من غير خطوره حقيقيه، يعني لو بصيتوا على الاحصائيات هتلاقوا ان تسديدتين للمريخ مقابل تسديده للزمالك على الجون، وشايف خطورتهم الاكبر من الكور الثابته وان الزمالك يقدر يكسب هنا مستريح. فيريرا بدأ بتشكيل كويس بالنسبه لي خصوصا في نص الملعب. كانت مشكلتي معاه واحده في لعيب واحد وهو شيكابالا ما كنتش احب ان هو يبدا لان انت بتلعب في عز الشمس فمحتاج مجهود بدني كبير، فكنت شايف ان هو يخليه في الجزء الثاني من الماتش. سبب تاني اني ما بحبش شيكابالا يكون موجود في وجود زيزو، لان انت هتفطس واحد من الاثنين او هتفطس الاثنين، يا اما زيزو هتوديه ناحيه الشمال وتقلل خطورته، يا اما هتودي شيكابالا الناحيه الثانيه ومش عدلته خالص. الشوط الثاني كان فيه اكتر جديه من الفريقين على الجون، خصوصا من بعد الدقيقه 60 لما خرج شيكابالا وزيزو رجع مكانه ونزل عمر جابر. تحس ان الفريق بقى اكتر حيويه وقدر الزمالك يروح باكتر من كوره. فانا كنت شايف بدل ما شيكابالا يلعب اول 60 دقيقه وتخرجه، لا كنت تلعبه اخر 30 دقيقه دي، خصوصا ان المريخ كان واقع بدني ومحتاج نشاط وحيويه شيكابالا. وندخل في الحالات الكره دي سيف الجزيري كانه في تمرينه او بيلعب ضربه جزاء بس يشوطها بشكل غريب جدا. وبرضه علامات استفهام للمره المليون على المحترفين اللي عندنا في مصر، هل بجيب لعيب وادفع له بالدولار عشان يضيع كور زي دي ولا عشان يخلص لي ماتشات كبيره زي ده؟ الكرة دي لو سيف جعفر رفع وشه هيلاقي ان زيزو لوحده تماما في جون مؤكد 100%، لكن يلعبها بغرابه في ايد الجون. الكرة دي زيزو كان واخد قرار ان هو يشوط، لكن لو كان استنى ثانيه واحده كان ودى لعيب من 2 انفراد وكانت بقت جون مؤكد. نفس الكلام زيزو النهارده كان عنده حته زياده ودونجا بيشاور له بايده وبرجله بيتنطط له عشان يبازي له الكوره، لكن زيزو كملها حنكشه وباظت الكوره وضاعت على الزمالك. وقبل ما نفنش حابب اتكلم على كام نقطه. سيف فاروق جعفر حد شافه طول الماتش غير الشوطه اللي شاطها وجت في العارضه؟ لا، ليه بنقعد نفخم ونكبر في اللعيبه وبعد كده يرجعوا يتعوجوا ويطلبوا فلوس قد كده؟ النقطه الثانيه، هل هيقدر الزمالك ينافس على كل البطولات وهو عنده الدكه ضعيفه جدا؟ النقطه الثالثه، زي ما الاهلي بيعاني منها الزمالك بيعاني منها، وهي ملف المحترفين. المفروض عندك 5 محترفين و2 تحت السن، معقوله 7 مفيش منهم غير واحد في الملعب وهو سيف الدين الجزيري؟ لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه ولايك وشير، واشوفكم الماتش الجاي على خير.